ما تحكي له حكايه المعلم سالم ابو خيشه اللي دكانه في اول الوكاله. ايوه هو ده، احكي له فين يا فندم. ده محل من ضمن المحلات، عنده غيره 10. وبالفعل بدأ يحكي فهيم افندي لعبد الغفور قصة المعلم سالم، وازاي كان بيلم اي حاجة من الارض حتى لو كانت سبارس ويرجع يبيعها تاني لحد ما بقى المعلم سالم ابو خيشه. وفعلا فكر عبد الغفور وقرر يعمل زي المعلم سالم. وهنا نتعلم ان مش شرط نبتكر طريقة جديدة للنجاح، في حين ان التقليد طريقة مضمونة ومتجربة، والنجاح مش معناها الابتكار، لان ممكن تبتكر حاجة محدش مهتم بيها. واحد يقول لي يعني انت قصدك اقلد واسيب الدراسة عشان ابقى زي بيل جيتس او ستيف جوبز؟ يا نمس، عاوز توقعني مع الحاج؟ انا طبعا ما كانش قصدي كده، لاننا لو اعتبرنا ان الدراسة او الشغلانة اللي انت فيها مش عاجباك وحلمك هو لم السبارس زي المعلم سالم، فتقدر تعمل كده في يوم الراحة اللي هو وقت فراغ لحد ما تحس انك على الطريق الصح. وهو ده اللي عمله عبد الغفور، مش تسيبه تتفاجئ ان الحلم ده ما كانش اللي في خيالك، وتفضل كده تتنقل من حلم لحلم لحد ما تعيش وتموت وانت محققتش اي حاجة. كلنا شفنا في المسلسل المعلم مرسي ازاي كان شرير بيغير من عبد الغفور وبيحقد عليه، بس لو حطيت نفسك مكانه هتلاقي انه فعلا كان عنده حق، الا في موضوع القتل والسرقة، لان مفيش حاجة في الدنيا تستاهل انك تقتل عشانها، وخصوصا لو كانت شغلانة في وكالة البلح. بس تخيل معايا كده، اللي عملته في سنين عبد الغفور ياخده في يومين، وخصوصا ان عبد الغفور ما كانش بيتقرب للحج بالشغل وبس، لا ده بوس الايادي وتظبيط دماغ الحج. الواحد يقعد معاك بس ويسمعك ما يتوهش في دنيته ابدا. اعمل لك حاجه تاني؟ خلاص، يعني هنقعد قدام الشيشه ونسيب شغلنا؟ هو خدمه مزاج الحاج مش شغلانه برضه يا ريس مرسي؟ لدرجة انه كان عاوز ياخد مكان القهوجي. بقول يا حاج، ما تجيب لك شيشه خصوصي هنا وانا بعمل المطلوب. صح، انا كده، انا مش كده يا فضله؟ فما تزعلش لما تلاقي واحد اقل منك في الشغل وياخد حق مش حقه، لكن تزعل لما تعمل زيه او زي المعلم مرسي. وعلى فكرة المعلم مرسي ما كانش شرير، لكن سمح لنفسه انه يتحول لشرير. بكره عطله يا ليله سودة ومنيله. في ايه كفاره الشر يا ريس مرسي؟ انتوا عارفين احنا عملنا ايه؟ عملنا مصيبه. ايه بس اللي حصل يا ريس مرسي؟ الواد عبده قفلنا عليه الوكاله وبكره عاطل، يعني لو جاع ولا عايز حاجه ما حدش يسال فيه. بعد ما عبد الغفور تاجر واجتهد وفتح محل في الوكاله، جاب سيد كشري وقال له ده يا راجل انا عايز اريحك، عايز اشغلك عندي هنا في الدكان. وسيد زيه زي اي حد بيفكر في الوظيفه المضمونه والاجر الثابت والراحه، وهو فعلا ارتاح. ترمي ايه يا مجنون؟ يا سيد تودك شويه، ده انت بقالك في الكره اهو اكتر من شهرين. بس مش ممكن سيد اذا كان رفض كان يبقى اسطوره زيه زي عبد الغفور البرعي بس في الكشري، وبدل ما بتاكل عند ابو طارق كنت هتاكل عند اخو فاطمه. فلو عندك مشروع صغير ما تستقلش بيه، وافتكر ازاي عبد الغفور كان صغير. زي ما شفت في المسلسل ازاي فهيم افندي راجل متعلم وذكي ومثقف وعنده خبره وعارف اصل وفصل كل معلمين الوكاله، الا ان برغم الامكانيات دي كلها فضل طول عمره موظف. طب ازاي؟ اقول لك ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. طبعا اولا واخيرا كل شيء نصيب، ده غير ان هو مش بطل المسلسل. بس بعيدا عن المسلسل، الناس اللي بيبقى فيهم الصفات دي بيحسبوا كل شيء بالمنطق والعقل، وده مش العامل الوحيد للنجاح، لان برغم العلم والذكاء الا ان المغامره بيبقى ليها عامل كبير، وهم بيخافوا من المغامره. واللي يخاف عقله ما يشتغلش، واللي عقله ما يشتغلش لا يعرف لا يروح ولا يجي. فهمت يا غشيم؟